أنا اسمي ميشيل لطفي، صانع وعازف لآلة العود. الحقيقة المجال ده أنا علمت فيه نفسي بنفسي، لكن المشكلة الأكبر إن المجال ده بيتورثوه الأبناء عن الآباء. فإحنا قررنا إن تكون المدرسة دي مدرسة مفتوحة تعلمنا فيها صناعة آلة العود. الورشة عندنا متكونة لقسمين، قسم الصناعات الخفيفة وقسم الصناعات الثقيلة. احنا هنا في قسم الصناعات الثقيلة اللي فيه منطقة المكن، شغل الصنفرة، شغل التقطيع وشغل التجميع الجامد. هي دي المنطقة اللي بيتم فيها الشغل الحرفي الأكثر عتالة. اختلاف المدارس بيفرق معانا في خامة الصوت اللي بتخرج أو نوع الرنين. المدرسة المصرية هي المدرسة الشرقية اللي بتدينا الصوت الشرقي الغليظ، القرارات بتكون صوتها غليظ. إنما المدرسة التركية مستوى القرارات قد مستوى الجوابات في الصوت. المدرسة العراقية هو الصوت الحاد الأكثر غربي، يعني بيكون مستوى الجوابات بتاعنا الباور بتاعه بيكون عالي، والقرارات بتكون ضعيفة بناء على إن البريدج مش ثابتة في وش العود. ده شكل العود النهائي اللي بدأنا نصنع فيه، اللي من غير بنجة مفاتيح بالكامل. هي دي أكتر منطقة كانت عرضة للكسر بالنسبة لنا أثناء استخدام والسفر بآلة العود. مش بس كده، كمان هذا العود مصنع من قطعة خشب واحدة، يعني عود فعلا غير قابل للكسر، وفعلا غير قابل للصيانة، لأنه مش هيتغير إلا حضرة العازف لما يكون بيغير أوتاره فقط لا غير. من زمان وانا بحب ازور متاحف واحب اروح اشوف تراث بلادنا. حتى كمان من اكتر البلاد اللي بحب اروحها دايما اسكندريه. احب اقعد وسط الناس الجمال في منطقه كوم الدكه، وكنت اقعد وسط الادباء والشعراء واسمع عن الدرويش. الحقيقه حبا في تراث بلدنا وحبا في صناعات بلدنا لينا شرف وامتياز من خلالنا ان يتم ترميم اعواد عدى عليها قرون، وده كان شرف وامتياز حقيقي. عارف لما تبقى ماسك عود من صناعات اجدادنا؟ احنا جالنا عود فرعوني تم ترميمه بالكامل، وده كان شرف وامتياز لينا ان يكون بنشوف حضارات اجدادنا مش بس بعيوننا، لكن تلمسها ايدينا.